طيب، هنكمل يا شباب وهناخد حاجة جديدة النهاردة اسمها اللاين شارت. اللاين شارت ده هيكون على عكس الباي شارت. أنا هنا بمثل قيم عن طريق أنا برسم خط وأحاول أشوف عن طريق الخط دوت القيم إمتى بيبقى أقل ليها، يعني أقل وقت ليها وأعلى وقت ليها. عن طريق خط بقدر أمثله عن طريق القيم دي. اللاين شارت ببساطة هناخد مثال وهنبدأ نفهمه وهنبدأ نطبق عملي ونفهم المثال أكتر دلوقتي. هو هنا في المثال بيقول إن إحنا عندنا شرط لفريق. الفريق ده هنشوف رحل الفوز بتاعته لآخر 7 سيزون ليه من سنة 2002 لسنة 2008، ومديني هنا الأرقام بتاعة الفوز بتاعته. أنا هعمل إيه؟ دايما إن إحنا عارفين عندنا حاجة اسمها إكس وواي، عندنا حاجة اسمها أدي إكس وأدي واي. هبدأ أمثل القيم اللي بتبقى موجودة على الإكس هنا دي قيم السنين، تمام، والقيم اللي بتبقى موجودة على الواي اللي هي قيم الفوز اللي هو فازها خلال السنين دي. هنيجي نبص هنا هنلاقي سنة 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008، وهنبدأ نحط التارجت هنا بناء على إيه؟ بنشوف أصغر قيمة وأعلى قيمة. ماشي، لو جينا شفنا أصغر قيمة ممكن نلاقي 80 وأعلى قيمة عندي 92، فأنا هاخدها كل 5 سنين وهاجي قبل ال80 دي وآخد قبلها 5، يبقى هبدأ من 75 80 85 90 95 100، بسيب 5 فهنا 5، تمام. بعد كده ببدأ بقى أحط القيم اللي عندي. سنة 2002 كان 80، وسنة 2003 كان 86. ببدأ أحط النقط دي وبعد كده ببدأ أوصل الخطوط ديت اللي احنا شايفينها. ببدأ أشوف إن هو مثلا كان أقل قيمة ليه كانت سنة كام؟ سنة 2002، وأعلى قيمة وصلها ذا هايت بتاعته أعلى قيمة وصلها ماشي في كل المراحل دي كانت سنة كام؟ كانت سنة 2008، تمام، كانت سنة 2008. طيب، عشان يعني ببساطة كل اللي عملناه إن إحنا بناخد القيم ونحطها هنا، ونبدأ نعمل الإكس إكسس والواي إكس عشان نبدأ نحط القيم. وقلنا إن الواي ماشي بيتحط عليه القيم اللي إحنا بنقررها بتاعة الفوز، وهنا الإكس حطينا فيه القيم بتاعة السنين. طيب، هناخد مثال تاني أكتر وهنقدر نفهم منه خلاله أكتر. لو أنا عنده قيمة هنا، القيمة ديت لبريزنت درجة عندنا، بس دي درجة ربحية بنشوفها عن طريق شركة في خلال السنين بتاعتها، تمام. مقدار الشركة ديت بيتناقص ويتزايد خلال السنة، فأنا أقدر أحسب الحاجات دي إزاي؟ هو اداني القيم بتاع البرسنتج تشينج اللي عندي داخل السنين يعني بتاعت التغيرات، واداني القيم دي. لو نلاحظ هنلاقي هنا في قيم سالبة. القيم السالبة ديت همثلها إزاي؟ إحنا عارفين إن محور الواي بيبقى عندي كده، وده محور الإكس، تمام. عارفين إن هنا موجب وهنا سالب وهنا موجب وتحت سالب، فباجي أشوف أصغر قيمة وأكبر قيمة وهبدأ أشتغل عليهم. يعني لو جينا هنا 3 و8 ديت و4 دي من أكبر القيم اللي عندي موجبة، تمام، وأصغر قيمة كانت عندي بالسالب، فأنا هبدأ أعمل هنا خلال إيه؟ جدول. طبعا إحنا عارفين السين ثابتة تبقى تحت هنا أهي، وهبدأ أعمل الخط ده وأفصل. هعمل مثلا -1 والسالب هنا، يعني هعملها كل واحد -1 -3 سالب إيه؟ 5، وفوق 1 3 5. أبدأ مثلا آخد قيمة سنة 2001. سنة 2001 كانت 3 و8، سنة 2001 كانت 3 و8، وهاجي فوق سنة 2002 كانت -2 و1، هنزل بالسالب 2002 اهي -2 و1، وهكذا. وأبدأ أشوف القيم بتتناقص وتتزايد إمتى عن طريق الخط اللي أنا بإيه برسمه. ولو جينا شفنا هنلاقي القيم كانت في السنة دي يعني خلال من 3 وحاجة، هي دي كانت أعلى قيم عندي، وكانت أقل قيمة كانت بالسالب. طب دي كانت سنة كام؟ كانت سنة 2003. أعلى قيمة كانت سنة 2005 وسنة 2001، تمام. لو جينا شفنا سنة 2005 كانت 4 عشان احنا معلمين، وسنة 2001 كانت من أعلى القيم برضه 3 و8، وكانت أقل قيمة اللي هي كانت إيه؟ سنة 2000 وكام؟ اللي احنا قلناها سنة 2003 اللي هي أقل قيمة سنة 2003. طيب، تأكيدا برضه هناخد مثال تاني. المثال هنا بيقولك لو احنا عندنا آخر يعني عندنا بوبليشن، ناخد عينة لولاية دولية. أنا مش عارف اسم الولاية دي أوي يعني، مش عارف اسم الولاية جامد، بس هي اسمها دي عامة، عامة يعني يا شباب. ماشي، سنة 1800، سنة 1800. فهو بيقول لك إن البوبليشن ديت العينة اللي كانت عندي واديني النسب، تمام. هعمل إيه شبه ما قلنا؟ هاجي أمثل النسب دي إزاي؟ باجي أمثل ده على المحور بتاع الإكس وده على محور الواي، مفيش هنا سالب، فمش هنشد خط أي حاجة، تبقى عادي كلها في الموجب. وهنبدأ نبني الجدول بتاعنا اهوت شبه ما احنا متعودين. ماشي، حطينا السنين وهنا الجدول، وهنبدأ بقى نمشي على الخط ده ونشوف أعلى نسبة للولاية دي كانت مثلا
سنة 1860 أهي. تمام، دي سنة 1860، دي كانت أعلى نسبة. هو الفرق بين الباي شارت واللاين شارت إن الباي شارت بنمثلها عن طريق سيركل، تمام، شبه ما احنا قلنا. أما السيركل أهي ماشي، دي إيه، دي الباي شارت. أما اللاين شارت اللي احنا بنمثله ده بيتمثل عن طريق إيه، خط يا شباب. أتمنى إن يكون الفيديو مفهوم، وبإذن الله هستناكم في الفيديو الجاي.